عم سعد الله ينور. هي دي ايه كبيرة اهي، كبيرة اهي. بص كبيرة كده. اللي تحت منها يعني. الثانية بقى قد كده يا عم احمد. ايوه صغيرة تمام. الله دي الكبيرة. تمام. الصغننة بص ما رضيتش اجيبها هنا. ايوه ماشي. ديت اللي هي ما رضيتش اجيب الصغيرة. اهي يا عم احمد. ايوه تمام على بركة الله. تمام ايوه الاسعار عند الناس دي مش عارف مالها كده. يا عم توكلنا على الله. الرز غالي. والله بقيت 15 جنيه. الرز غالي. ايه ده كنت بفرح انت تحمد ربنا انك خليت. بس ايوه عربيتين دول اللي بيحملوا كلهم ولا جايين لك. بيبي يا عم الاسطى. طبعا الراجل الطيب ده بقى جاي لنا طبعا من جريز، احسن ناس اشمون. ما هي اشمون وجريز جنب بعض صح؟ طبعا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين اهوت، احنا ان شاء الله هنبتدي خطوه خطوه مع بعضنا. وعم سعد طبعا حبيبي اللي منورنا من اشمون وحبايبنا كلهم، يا ريت تعملوا لنا لايك وتتابعوا معانا لاخر الفيديو. ده نار يا ابو يوسف ما شاء الله. شويه الطين عاملين زي المرهم. اهم حاجه في الشغل تقليب الطينه دي. الله ينور عليك يا ابو يوسف. تلزم الطينه صح هتشتغل صح. طبعا يا جماعه هوايه الابراج دي هوايه جميله جدا من سنين السنين طبعا، يعني وراثه. ناس كتير بتغوى ابراج الحمام وعنابر الحمام، ويمكن العنابر دي طالعه قريب، ولكن الابراج من الاف السنين. طبعا ما بتتعملش الا بالطينه والتبن، بما ان الطينه في الصيف طبعا بتبقى مرطبه على الحمام، وفي الشتاء بتبقى عامله عمليه دفء ودرجه حراره مناسبه للحمام. تعالوا نطلعوا فوق يا جماعه ونبصوا طريقه بناء العنبر. هيبقى طبعا فوق ظهر الثالث. يلا بينا. ودلوقتي زي ما حضراتكم شايفين هنشتغل اهوت، وهنحط اول فخاره او اول ادوس. طبعا شغلنا يا جماعه هيبقى حمام بلدي ولاحم فرنسي وبعض حمام كتير، لان الفخاره ديت يعني ولا هي كبيره قوي ولا صغيره قوي، مناسبه. طبعا ابو يوسف اهوت شغال، وان شاء الله يا جماعه هنتابع معاكم الفيديو خطوه بخطوه لغايه ما هنجيب لكم الفينش. وده طبعا احنا مع بعض اهوت في اول مدماك بنحطوه او بنرصوه. احنا عملنا المدمكين الاولانيين دولت عشان خاطر بعد كده لو في ميه او في اي حاجه يبقى بعيد عن الطينه، ما يبقاش طايل الطينه او تعمل اي مشكله معانا. طبعا احنا بنشتغل فوق ظهر الثالث. العدد بتاع الفخار بتاعنا ان شاء الله معانا 350 و60 منور، اللي هو الفتحات اللي الحمام بيخش منها ويطلع منها. طبعا المناور ديت بتبقى منوره للحمام، وفي نفس الوقت مدخل ومخرج يخش منه الحمام ويطلع. اهم شيء يا جماعه في الطينه ديت كسرة التبن، عشان خاطر التبن ده بيبقى عامل زي الجبس، بيخلي الاسمنت يكلبش في بعض كله وما يفلقش ولا يحصل فيه اي مشاكل. تمام. ده ابو يوسف شغال اهو. وطبعا تطلع الحاجات فوق صعب يا جماعه والله حقيقي بالنسبه للطينه والفخار، بس الاشبال بقى بتوعنا ربنا يبارك فيهم عيالنا بيناولوا بعض وبيطلعهم، وايد على ايد بتساعد. يا ريت ما ننسوناش باللايك والاشتراك. البرج ده يا جماعه بتاع احمد هيكل القناص وابو هيكل العالمي. طبعا انتوا متابعين معانا وعارفيننا، احنا عندنا بفضل الله تعالى القناه اللي احنا عليها ديت اكبر قناه صيد في مصر، ولكن احنا عندنا هوايه الحمام دي من سنين، وحبينا نعمل المشروع ونعرف حضراتكم من اول الطريق. وان شاء الله لما نيجي ننزل الحمام هنعمل فيديو نتابع مع بعض المشروع بتاعنا من اوله لاخره. تمام. عشان خاطر اي حد عاوز يعمل المشروع ده يبقى عارف، وهقول لكم على مميزاته وعيوبه، وايه الصعب اللي ممكن يقابلك وايه السهل. يعني هنعرف حضراتكم. وكمان عندك مساحة 3 متر 4 متر في 4 متر او 3 متر في 3 متر، هنعرف حضراتكم هتاخد كام فخارة.
وده طبعا الجزء الاول. حبينا نبتدي من اول ما العربية جات وجابت الفخار، ونعرف حضراتكم التكلفة، نعرف حضراتكم عدد الفخار اللي ممكن تحتاجه، والعنبر بياخد كام فخارة على حسب المساحة بتاعته، والبرج طبعا بناؤه بيبقى مختلف شوية. ده عنبر المفروض اللي لو برج بنسحب كل شوية الفخارة عشان يقفل معانا على ارتفاع، ولكن احنا حابين القفلة بتاعت العنبر القفلة تكون بسيطة. تمام. ده هنا برج يا جماعه، هو يمكن من كام سنه، من 50 سنه جنب مننا، وفي برج تاني اهو اوريه لحضراتكم اهو، يمكن من حوالي 100 سنه، طبعا من اجداد الاجداد. ده ناس جيراننا برضو، بس البرج ده مهجور، والبرج التاني اللي انا جبته الاول ده مهجور برضو. فانا حبيت اعمل واحد في المنطقه، تمام، وننزل فيه حمام عشان خاطر احنا عندنا ناس كتير بتحب الحمام ده، واحنا من اولهم يعني. واحنا بنحط الفخار على بعضها زي ما حضراتكم شايفين، بنقفل قفله بسيطه عشان احنا مش عايزين بنعمل برج، احنا بنعمل عنبر. العنبر ده بيبقى مبانيه فوق الجدار، يعتبر جدار برضو تاني. وابو يوسف بيقول لكم اعملوا لايك اهو، واحنا ان شاء الله متابعين مع بعض واحده واحده. واحنا هنعمل سلم هنا يا جماعه، احنا بس حاطين سلم خشب مؤقتا دلوقتي، ولكن في سلم هيبقى طالع من تحت. بما ان ده يعتبر اخر دور، فحبينا نعمل فوق منه الايه البرج ده نستغله يعني، لان الحمام دايما بيحب الاماكن العاليه. انا عايز كله يقول بسم الله ما شاء الله، وان شاء الله باذن الله هنعرفكم الانتاج او الناتج بتاع العنبر ده، وزي ما قلت لحضراتكم مزاياه وعيوبه، وهل هو مربح او لا. ده اللي هنعرفه ان شاء الله من خلال الفيديوهات القادمه بتاعتنا. فلو مش مشترك معانا في القناه اشترك، عشان خاطر ان شاء الله هنعرف حضراتكم الموضوع خطوه بخطوه. بيترش تبن اثناء التقليب، ودي طينه محدوده من الجدران دي اهي. طبعا الجدران دي يا جماعه مبنيه من الاف السنين، بقى لها فوق ال 150 سنه، بيوت قديمه. طبعا خدنا منها الطوب وبنكسروه بقى وعملناه معجن اهو. ماشي، خد يا معلم، على الفل. صل على النبي. طبعا هنا يا جماعه المفروض ان الواحد بيطلع مثلا بخمس ست مداميك، وبعد ما بيحط بقى ايه الطينه ويثبت الحاجات دي كلها، ما ينفعش اللي يطلع بالعدد المطلوب كل مره واحده، بما ان لازم الطينه دي تنشف عشان خاطر انك تطلع وتقف عليها وتبقى تمام التمام. فاحنا دلوقتي في تاني مدمكه اهوت، وان شاء الله باذن الله تعالى هنمشي مع بعض خطوه بخطوه. احنا خلصنا، خالد بيقول اعملوا لايك، احنا خلصنا طبعا المدمكين دولت وطلعنا فخار عشان وان شاء الله هيطلعوا طينه، ونبتدي بقى ايه في المراحل اللي بعد كده. ده شكل الفخار اهو، وكمان الشرشره اللي في الادوس ديت اسمه ادوس او فخار، عشان خاطر الطين يمسك فيها وتبقى متماسكه كلها في بعضها. على فكره يا جماعه الطين بيمسك في البتاع ده جامد جدا يعني. هنا البرج ده برضو بقاله 50 سنه، بصوا شايفين يا جماعه المنظر وزي ما هو. وهنا ده برضو واحد بقاله بتاع فوق ال 100 سنه اهو، اللي هو القديم ده. والقواديس ديت ولا بيأثر فيها شمس ولا مطره ولا اي حاجه خالص، طول ما انت كل ماده بتعملها بالطينه تغفقها وتعملها شويه طينه بالتبن كده. هنا طبعا البيت اهو بناخده منه الطوب القديم ونعمله منه اللي هو الطوبه النيه. تمام اهو. أيوة طلعنا الطين اهوت. احلى برج حمام في الدنيا بتاع ابو بكر العالمي. عنبر ان شاء الله فوق السطح، عنبر فوق التالت، فوق ظهر التالت ان شاء الله. ارتفاعه هيبقى مترين. خليكم معانا، ويا ريت تعملوا لنا لايك والاشتراك وتابعوا معانا الفيديو. اخوكم احمد. ايوه ده في برج هنا اهو، ده برج قديم فوق ال 200 سنه، وده بقى له برضه بتاع 50 ولا 40 سنه.
تابعوا معانا خطوة بخطوة ان شاء الله باذن الله، وهنعمل لكم احلى الفيديوهات وهنعرف حضراتكم من اول الطريق برج الحمام. وهنا طبعا رصينا كمان مدماج، بقوا معانا 3 مداميج. عشان خاطر يا جماعة احنا نعرف حضراتكم الخطوات واحدة واحدة. اشترك معانا في القناة واعمل لنا اللايك عشان خاطر كل فيديو ان شاء الله هتستفاد منه. لو غاوي تعمل برج حمام او عنبر حمام هتستفاد معانا. وهنعرف حضراتكم سعر الفخارة من ديت كام وبتيجي منين، وهنعرف حضراتكم الخطوات واحدة واحدة، لان غاية الحمام دي ناس كتير بتغواها وبتحبها، يعني عشق العشق بصراحة. تربية الحمام في البيت يعني بصراحة ربنا التغريد بتاعه الصبح كده يساوي الدنيا. يوم الصبح يغرد كده بتصحى على التغريد بتاعه، الصوت بتاعه الجميل. وكمان بتجيب جميع انواع الحمام تربي، يعني تجيب جوز تيجي رميه في البرج او في العنبر، بيكون لسه يعني بغو كده او لسه فأس، بيكون يا دوبك بايه قايم يطير. فلما بتيجي حطه في العنبر، على ما بيقوم يطير وبتاع بيعرف المكان ده بتاعه، يطلع يلف ويسرح وياكل ويشرب بره وبتاع، ولكن لازم تحط له اكل برضه، ولكن بيعرف المكان. اي نوع حمام مختلف بيملى لك الدنيا. وكمان حابب اعرفكم معلومه مهمه جدا لازم تبقوا عارفينها. الحمام بيجيب حمام، بس الحمام البري ما بيجيبش حمام مستوطن عند اهالي، لان المستوطن عند اهالي ده لا يستحيل اللي يسيب مكانه الا في حاله واحده بس، في حاله عدم وجود اكل او وجود ميه. طبعا اللي عنده حمام بيحطوا له اكل وشرب عادي، ما فيش اي مشكله عشان خاطر ما يطفش منه. ولكن لو صحابه نسيوه ما بقوش يحطوا له اكل ولا شرب، ايه اللي بيحصل؟ بيشوف اي مكان بيبقى فيه اكل وميه ومكان كويس ويجي مستوطن فيه. ولكن الحمام يا جماعه ما بيسيبش مكانه الا في الشروط اللي بقول لحضراتكم على دي: عدم وجود اكل ووجود ميه، والميه بالاخص كمان. احلى محمد هيكل لبناء الابراج داخل مصر وخارج مصر. وهنا طبعا عشان ما نطولش على حضراتكم يا جماعه، فاحنا جرينا الفيديو شويه عشان خاطر تاخدوا فكره برضو، في نفس الوقت ما نطولش عليكم. هنا احنا بناخده المدماج التاني اهوت، عشان بس ما نفوتش حاجه. بنعرف حضراتكم اللي ده عنبر مش عايزينه يقفل من فوق، لان ارتفاعه هيبقى حوالي 2.5 متر، 2.30 3 متر ولا حاجه. ده اقصى حد لبناء العنبر، او اقصى حاجه لبناء العنبر. اما بالنسبه للبرج بيطلع معاك على حسب المسافه اللي انت عاوزها، 3 متر 4 متر، بس على حسب المكان اللي انت هتطلعه فيه. اذا كان فوق دار التاني، فوق دار التالت، دار الاولاني، هتعمله على الارض مساحه كبيره، ممكن يطلع معاك لغايه 12 متر. تمام. دلوقتي بقى ان شاء الله احنا خلصنا المدماج التاني اهو، وابو يوسف مبسوط. تمام. هيخش في المدماج التالت. سبحان الله يا جماعة، بالنسبة لتربية الحمام في المكان بتدي حس وطعم، وما يعرفش الكلام اللي انا بقوله ده اللي إذ كان عنده حمام قبل كده وفقد تربيته، يعني ما عادش بيربي. الحمام ده جميل جدا، بالذات لما تقوم الصبح تسمع التغريد بتاعه. تمام. زي ما قلنا الحمام بيحب الاماكن العالية، طول ما في اماكن عالية هو الحمام بيحبها. بس مش هتعمل البرج ده الا اذا لم تكون عارف المكان ده مش محتاجه تاني. هتعمل البرج عليه، ما ينفعش انك تهده، لان لو بقى في حمام كتير وجه ملقاش البرج مش جاي لك تاني. فانت بتعمل برج في مكان بتعرف ان انت خلاص مستغنى عن المكان ده، هتوهبه لمكان للحمام، لان البرج ده طبعا زي ما قلنا بيعيش الاف السنين، يعني بص بيتوارثوا الاجيال. تمام. كله يصلي على حضرة النبي ونكسبوا ثواب مع بعض. وزي ما قلت لحضراتكم لو انت غاوي تربية الحمام او غاوي انك تعمل عنبر او تعمل برج، اشترك معانا في القناة، وانا هوعدك بإذن الله ان انا هعرفك كل كفة شيء.
انا بالنسبه لك كتجربه في ايه؟ ان اعرفك اكل الحمام، تكلفته، الناتج بتاعه، وهل العنبر ده بيبقى كويس صحي او مش صحي، او هيجيب حمام بري زي ما قلنا لحضراتكم، في حمام بري هيجي يستوطن فيه. تمام. فالحاجات دي ان شاء الله هنتابع مع بعض. فانت لو حابب اشترك في القناه وفعل الجرس ضروري، عشان خاطر لما اجي ارفع فيديو يوصل لك الشعار ان انا رفعت فيديو، وتتابع معانا الخطوات واحده واحده. تمام. كله صلى على حضرة النبي مرة تانية. وطبعا عمل جميل اللي احنا بنعمله، احنا مبسوطين بيه جدا. اللي احنا طبعا بنعمل برج، ومحمد اخويا عنده فنيات جامدة في عمايله، ابو يوسف اللي هو بيبنيه دلوقتي. يعني لو حابين ان انا اسيب لكم رقمه، واي حد عايز يتواصل معاه هيعرفك، حتى لو هيستفسر يعرفك برضو ان شاء الله كل حاجة. ناس كتير بتحب تربية الحمام يا جماعة، ناس كتير بتحب انواع الحمام ده انواع كتير سبحان الله، يعني الاف الانواع. وفي ناس طبعا بتهجن يعني انواع مختلفة عن بعضها وبتطلع اشكال جميلة. ولكن انا حبي للحمام حاجتين اتنين. طبعا اكله، عشان بس ابقى معاكم صريح، اكل الحمام لذة جميلة. تاني هام تغريده في المكان ووجوده يعني بيحسسك بسعادة، بيحسسك بلذة. وصوته طبعا قبل المغربية كده والصبح بدري صوت جميل جدا. كمان في غروب الشمس كده بتبص تلاقيه يطوف حوالين المكان على حسب الكمية اللي عندك، وتبص كده في السماء تقول سبحان الله الحمام ده بتاعي، وتقف له على السطح كده عشان خاطر تتفرج عليه وتحس باللذة. واحلى حاجه هو جاي عليك كده، جاي على مكانه سبحان الله، يعني عنده امكانيات رهيبه في حفظه للاماكن. يرسلوا في رجله حاجات كان اسمه حمام مراسله. تمام. تاني هام عنده بوصله جامده في عينه بيحدد الاماكن، ومع ذلك لو في الاف الفخار من ده في البرج يعرف الفخاره بتاعته، كل جوز يعرف الفخاره بتاعته ما يتلخبطش ابدا. فسبحان الله كله يقول سبحان الله. في التعليقات كمان كله يقول سبحان الله. الحمام ربنا نعم عليه بامكانيات غريبه بالنسبه لدماغه. شوف رغم ان دماغه صغيره قد ايه، ولكن فيها خريطه بتحدد وبوصله بتحدد المكان بتاعه من فوق. يعني من هو طاير من فوق طبعا بيبقى عارف المكان بتاعه محدده، يعرف ينزل على المكان بتاعه. لو انت خدته مثلا انت ولو يكن في المنوفية وخدته طيرته مثلا في مصر في اي مكان بعيد، ممكن يرجع بعد يوم ولا اتنين، ولكن يرجع المكان بتاعه لو محدش احترضه في الطريق او اي حد مسكه بيرجع تاني المكان بتاعه سبحان الله. فدي حاجة جميلة جدا في الحمام. وطبعا دلوقتي بقى ايه هنتغدى وان شاء الله نكمل مع بعض. انا حبيت ارصد لكم كل حاجة يا جماعة عشان تبقى عارف ايه اللي هتعمله من طقطق لسلام عليكم في موضوع البرج او العنبر. تمام. طبعا انا واخويا واولاد اخويا محدش غريب فينا، ولكن يا جماعة كان يوم جميل خالص. تعالوا يا جماعة اتغدوا معانا. طبعا لقمة هنية بالكف 100 بالصلاة على حضرة النبي محمد. طبعا لابد نتغدوا ونظبطوا نفسنا عشان خاطر بنطلعه فوق، واحنا تعبنا بصراحة، تعبنا. بس كل الواحد بيعمل على اي حاجة يعني ايه اللي ربنا قدره عليه بيعملها. كمان الموضوع البرج او العنبر محتاج القطرة، ده هيعمل حاجة وده يعمل حاجة، بص تلاقي العملية فيها انجاز يعني. تمام. تعال نشوف بعد الغدا عملنا ايه. يلا بينا. وطبعا جينا بقى بعد الغدا بقينا نحط خشب زي ما حضراتكم شايفين اهو، وشغالين بنحط المناور اللي الحمام هيخش منها ويطلع منها. يا ابو خالد الله ينور يا غالي. احنا بقى ان شاء الله ربنا دولت بامر الله دي مرحلة أولانية ان شاء الله. كم دماغ كده يا أبو يوسف؟ اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. 6 مداميك 7 مداميك 7 مداميك.
بالمناور. بالمناور. تمام. حطينا العرقين يعني رباط ارتفاع مثلا 120 سم ولا مثلا متر وربع. تمام. حطينا عروق على سبيل ان ايه لما تيجي تطلع ولا حاجه تبقى مالك كده. هنوقف بقى على كده ان شاء الله. دي اول مرحله ان شاء الله. وتسلم ايدك يا ابو يوسف. حبيبي ربنا يبارك فيك. احنا شغالين طبعا من الطوب اللي هو بتاع المباني القديمه دي. الطوب جميل جدا، بيدينا شويه طينه 10/10 اهو. ده كان الجزء الاول، طلعنا يعتبر بحوالي متر و30 سنتي ارتفاع. ان شاء الله هنكمل، بس على ما دول ينشفهم نبتدي نبني فوق منهم. احنا حطينا طبعا عرقين، 3 عرقين، وبعد كده هنحط عرق فوق منهم العكس، وهنوري حضراتكم اللي احنا عملناه. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، وان شاء الله انتظرونا في الجزء الثاني والفيديوهات القادمه باذن الله. ويا ريت ما تنسوناش باللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.